استنى شوية، لو عايز تعرف ازاي الفضة بقت غالية فجأة استنى لحد آخر الفيديو، وصدقني هتشوف مفاجآت كتير. وخلي بالك قبل ما تمشي اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الفضة كانت دايما معدن مهم، بس ما كانش كل الناس مهتمة بيها بنفس الطريقة اللي بنشوفها دلوقتي. والنهاردة الموضوع مختلف تماما، مش بس انها غالية، لا دي كمان بتتزايد بشكل مستمر. طيب ليه؟ مين فيكم كان يصدق ان الفضة هتبقى زي الذهب كده في سوق المعادن؟ ده حصل دلوقتي لأن الفضة دخلت في حاجة ما كناش نتخيلها خالص، وهي الصناعة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية. بص وخلي بالك، الدول الكبيرة زي الصين والهند في الفترة الأخيرة بدأت تشتري الفضة بكميات ضخمة، مش عشان يستخدموها في الزينة ولا الفلوس زي زمان، لا عشان الفضة بقت مادة أساسية في صناعة الألواح الشمسية. ولو متابع الأخبار شوية هتلاحظ إن الطاقة المتجددة بقت من أكبر الاتجاهات اللي شغالة في العالم دلوقتي. كل دولة عاوزة تبني محطات طاقة شمسية أكبر وأقوى، وكلهم محتاجين الفضة في تصنيع الألواح دي. الفضة بقت زي البنزين للطاقة الشمسية، ومع الطلب اللي بيزيد الفضة بدأت تعلى تاني. اللي حصل في الأيام الأخيرة ده مش مجرد حاجة عابرة نعديها وخلاص. النهاردة سعر الأونصة وصل ل $32.56، يعني الفضة بتزيد تدريجيا، واديك شايف اللي بيحصل. مفيش حاجة مستقرة غير إن الطلب على الفضة ماشي في طريقه لزيادة مستمرة. حتى لو الأسعار كانت بتتغير كل يوم، من الواضح إن الفضة ما زالت بتحقق أرباح واستقرار. كمان لو بصينا على السوق المحلي في مصر، الأسعار مش بس بعيدة عن العالم، لأ دي متقاربة جدا. سعر الأونصة في مصر بقى تقريبا سعره 1648 جنيه. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن الناس بدأت تدخل في عالم استثمار الفضة أكتر. الناس اللي في مصر على سبيل المثال بيفكروا في الفضة كأداة للحفاظ على قيمة الفلوس اللي معاهم، خصوصا مع التقلبات الاقتصادية. والفضة مش بس بتستخدم في الطاقة الشمسية، لا دي كمان في صناعات الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية. يعني لو عندك جهاز موبايل أو كمبيوتر أكيد الفضة داخلة في تصنيعه. لكن هل ده كل حاجة؟ لا، لأن في حاجة تانية خلت الفضة تكسب أهميتها، وهي إنها أداة استثمارية. المستثمرين دلوقتي بيشوفوا الفضة كوسيلة لتجنب مخاطر تقلبات الأسواق العالمية، زي ما بيحصل مع المعادن النفيسة التانية. يعني لو حابب تحافظ على فلوسك بعيدة عن التضخم أو تغيرات الأسعار، الفضة بقت من أهم الاختيارات دلوقتي. تعال كده شوف كمان أسعار السبائك النهاردة. سبيكة الفضة ال50 جرام بتسجل سعر تقريبا 3845 جنيه، وال100 جرام سعرها حوالي 7662 جنيه. ولو عاوز تشتريها عشان تستثمر فيها، الفضة مش بس معدن للصناعة، دي كمان فرصة استثمارية حقيقية لو عرفت تشتري في الوقت الصح. وفي حاجة مهمة لازم تعرفها، وهي ان سعر الجرام بيفرق في العيارات. يعني مثلا سعر الفضة عيار 999 بقى حوالي 58 جنيه و38 قرش، اما عيار 925 بيسجل سعر دلوقتي 54 جنيه و5 قروش. فلو كنت بتفكر في شراء الفضة على المدى الطويل لازم تاخد بالك من كل التفاصيل دي. واخيرا لو كنت عاوز تعرف أفضل الطرق للاستفادة من الارتفاع دوت، في شوية حلول ممكن تبدأ فيهم دلوقتي. أولا، إذا كنت لسه مش متأكد إزاي تبدأ في الاستثمار، الأفضل إنك تبدأ بالشراء بشكل تدريجي. يعني مثلا تشتري كميات صغيرة في البداية وبعدين تزودها حسب الأسعار، بحيث لو في انخفاض مفاجئ ما تتأثرش جامد. ثانيا، حاول تتابع أسعار الفضة بشكل يومي سواء في الأسواق العالمية أو المحلية عشان تعرف أفضل وقت للشراء. وثالثا، لو كنت مش متأكد من التوجهات المستقبلية ممكن تبدأ بتوزيع استثماراتك على أكتر من مجال، ما تركزش على الفضة بس. دلوقتي لو كنت مش مستعجل وتحب تعرف أكتر عن سوق الفضة وتحليلات الأسعار في المستقبل، أنا عندي ليك مفاجأة. لو حابب تتابع كل جديد تقدر تشوف الفيديوهات التانية اللي قدمتها على القناة، هتلاقي فيها معلومات أكتر عن الاستثمار في المعادن. ما تنساش بقى تعمل شير للفيديو دوت وتقولي رأيك في التعليقات، ونتقابل أنا وأنت إن شاء الله الفيديو اللي جاي.